تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اليوم او نيفو دو لا كاف باش الانسان يدخل في معركه ما يدخلهاش في عام. المعركه لازم تكون ان موندا فوار دو موندا. اليوم رانا نشوفوا في التصويره هذيكا في لاكوب دافير بلوتو في الكونغري تاع لا كاف نشوفوا زفزاف وعرب ودبيشي. نقول لك وانا مسؤول على كلامي، شد الديب، شد دبيشي وطلق الديب. هذا لو سكرتير جينيرال سي لو مال بروفون دو فوتبول. هذا هو السوسه الكبيره تاع كره القدم. اليوم نحصلوا اون بورت لو شابو سور زفزاف. ايفيكتيفمون اي لون بوسي، عطاو له ضمانات. يا لماذا في رايك اغلب ضيوفي من استضفتهم يقولون بان دبيشي ايضا ما تقوله انت؟ اين المشكله؟ شوف يا اخي، شوف حكيم شوف. اليوم رانا هنا باش نوضحوا للراي. نعم. زفزاف جاء الجزائر استضافت لاشان. نعم. داكور. استضافت لاشان، نهار استضافت لاشان هناك عدد كبير من الرؤساء يكسرحوا لكم في الميديا ويقول لكم رانا مع الجزائر. ما تصمبي وين وصلتوا قال صديق حميم الجزائر، فيرون قال حميم. كذابين. تعرفوا واش دار الشلماني؟ حتى انا عندي لو كانال اليوم نعطيكم ان سكوب نبدو لكم انايا. الشلماني راح للمغرب، دار واحد المينيموم، دار 20 فواياج، طرابلس، تونس، كازابلانكا. على بالك ولا ما على بالكمش باللي القجع وانا نتحدى لا فيدراسيون ويقولوا لي لا فيريتي. شوف انا مسؤول على كلامي ونقول لهم ولا راني انا تخطيت روحوا تبعوني اون ديفاماسيون. اليوم القجع عرض زفزاف اون 4 ريبريز. عرضوا، شوف بعثوا القجع عرض زفزاف اون 4 ريبريز. على واش عرضوا؟ عرضوا على الملتقى في دار البيضاء وين عرض tous les présidents de la CAF, tous les présidents qui sont membres au niveau de la CAF. ما يهم هذا الكلام؟ نعم؟ فيما يهم هذا الكلام؟ فيما يهم كلام. عرضوا دار له دعوه، زفزاف رفض الدعوه وما راحش للدعوه. اني نقول لك وين وصل بعث له حتى لو بي دافيون، وانا مسؤول على كلامي. وين رفض. ولكن الشلماني نهار راح، تعرفوا واش دار سي الشلماني نهار راح؟ الشلماني راح بطائره على الخطوط التونسيه ووصل الى كازابلانكا. نعم. ودا دراهم، شوف دا دراهم كبار. il avait corrompu tous les membres de la tous les membres de l'assemblée de la confédération africaine de football. اليوم ما جازوش عن طريقه بروح رياضيه. جميل. تفضل سي جمال مسعودان، كل هذا ما يقوله صحيح ونعرفه، لكنك أنت لم تتخذ الأسباب لدخول الاتحاد الأفريقي. أنا لم أقل صحيح. نعم نعرفه. أنا أقول نعرف هذا ما يقوله حول اللوبيات وحول الهدايا وحول منح المزايا. ما يقوله بغدادي يبدو صريح حقيقيا، لأنه في الاتحاد الأفريقي في الاتحاد الأفريقي هذا ما يقال، لكننا لم نفعل شيء لندخل الاتحاد الأفريقي. لماذا عجزنا على مر الرؤساء من الوراوة في 2017 واتذكر جيدا الهزيمة في تلك الفترة، ثم بعد ذلك زتشي مع عمار بهلول، ثم بعد ذلك عمارة، والآن لماذا عجزنا على الدخول لهذه عضوية الاتحاد الأفريقي؟ لهذه الدرجة الأمر صعب. الجزائر لها سا بروبر اديان سي حكيم. الجزائر لا تستطيع، وانا عجبني في كلام لا ديميسيون تاعو، عجبتني كلمة كي قال على أساس أننا تعاملنا بما يوافق مبادئنا وأخلاقنا. احنا ماناش تاع الكولسه كما يظن البعض، انك تروح تجيب الكولسه وتدي الكابات وتدي الصورد وتمد الدراهم وتشتري الذمم، لانه الذي يشتري الذمم يبيع ذمته في النهايه عندما يكون الامر يهم الجزائر. الجزائر لها مبادئ اخرى. الجزائر التي اليوم الجزائر ودبلوماسيتها والعوده الى افريقيا، فتح الخطوط، استثمارات، دعوه لكل الافارقه من اجل استرجاع سياده القرار. ورانا عارفين واش راه صاير في هذا الصوت الذي غاب،
هذا الصوت الذي غاب، والذين يريدون للجزائر ان تنبطح وتولي هي تاع الكولسه، وتولي تمد لي زونفلوب وتروح تبوس اليودي وتحضر في مسمو، هذا لا يليق، وهذا الثوب لا يليق بنا ولا يليق بالجزائر. الجزائر وعلى الزفزاف ومن قبله كان عليه ان يرفع صوت الجزائر، صوت الاحرار، صوت بمعنى هذا خطاب قد لا يفهمه المشاهد، قد تفيد الاحتمال. خليني يعني فهم. يقول لك سي جمال مسعودان يقول لك ما تقوله صحيح، الجزائر رائعة متميزة، نحن في أوج عطائنا في تغييرات كثيرة، ما الذي يجب أن نفعله لندخل؟ أنا المشاهد يريد أن يقول لك أنا أريد شخصا في الاتحاد الأفريقي، كيف العمل ذلك؟ الجزائر عندها، هل يعقل أن الجزائر في او نيفو دو لا كونفدراسيون افريكان سور 54 عندك 15 صديق؟ هل يعقل هذا أن الجزائر بكل ما تفعله معناتها سي اون اسامبلي دو كورومبي، سي اون ديزولي. نقول لك اسمح لي سي مسعود، ولا غير تسمح لي انت نكمل كلامي. تفضل. انا بغيت نقول باللي الصوت عندما ترفع صوت الجزائر، انا جو نو دي با راني مانيش نقول باللي ما كاين يا با دو كوربسيون ولا يا با دو كورومبي ولا كاين عمل اللي راهو يندار وراهم يكورومبيو في الناس. مو جو دي باللي لو سول اونيك موان سيتادير دي دو شوز لين يا حكيم، يا تروح لهذه الوسيله تاع الكولسه اللي راهم يتكلموا عليها على اساس انه الجزائر تولي تدي لي زونفلوب وتروح تبوس اليدين، ام انها ترفع الصوت. سي جمال مسعودان، سي جمال مسعودان، سأتي لك بغدادي في لحظات. كيف يمكن أن نصل بدون ما تقول أن نبوس اليدين مثل ما تقول أو أشياء أخرى غير أخلاقية؟ كيف ندخل إلى المحترك؟ أنت الآن دبلوماسيتك عرفت تغييرا كبيرا بتميزا كبيرا. في اليوم الذي أعلن فيه لقجع من خلال البرلمان المغربي على أنه في 2025 المغرب سيحتضن الكان 2025 كان عليه أن يرفع الضجة. ما تكتبليش رسالة تبعثها لي لموتسي بي وكأنك تعتذر على لا، أنا كنت نقول باللي ثم كان يرفع صوت الجزائر، صوت الجزائر الحر، صوت الجزائر اللي أنا على بالي باللي الشعوب الإفريقية، وانظر ماذا يحدث في مالي، في بوركينا فاسو، في النيجر، في تشاد، كل الشعوب تريد أن تسترجع قرارتها، سيادة قرارتها. كل الشعوب حتى في الكرة ما هوش باغيين أنه على بالك شكون اللي يحكم في لاكاف aujourd'hui، حتى في لاكاف لا سوفرانتي دو لاكاف ما عندهاش. et nous voulons que cette Afrique récupère sa souveraineté وتعاود ترجع سيادتها وترجع سيادة الشعوب. جميل. وهذا هو الصوت اللي لازم تدافع عليه الجزائر. جميل. ومن غير هذا الصوت والله ما يكون لنا بغدادي. نحن في شيئين أو جزئين مختلفين. أنت عندك دبلوماسيتك على الأقل عادت في العامين الأخيرين بقوة وبشكل كبير. عندك فتح الخطوط الإفريقية الآن، توجه الدولة للانفتاح الإفريقي بهذا الشكل وفرض الجزائر قوتها خارجيا سياسيا نتحدث بشكل رهيب. الآن يقابله انبطاح، يبدو خليني أقول لك كلمة انبطاح أو عدم القدرة على الدخول رياضيا. أنت الآن عاجز رياضيا، كيف نوازي هذا مع هذا سياسيا مع رياضيا سي بغدادي؟ شوف قلت لك قبيله باش تدخل الكومكس، باش تدخل لا كونفدراسيون تكون عضو، ما تدخلش في عام، لازم لك موندا، لازم لك ان موندا دو 4 تخدم عليها. هذه اولا. ثانيا اليوم هذويا الاعضاء، هذو الناس اللي فوطاو اللي ينتخبوا، هذو الاعضاء 97% خبثاء حسن المشاهد الكريم. هذو يتشراو. اليوم الشلماني دار لو موندا ويعرفهم بواحد. قل لي واش كانوا الاعضاء اغلبيه الاعضاء واش كانوا يديروا في المغرب؟ اليوم الطائره الخاصه ياك شفناهم داروا لهم طائرات خاصات وراحوا. هذا فيرون تكلم لو كان مسيو البريزيدون السي زفزاف وين كلموا وقال له حنا وما تصمبي رانا معاك، راهم معاك. تعرف شنو بين الظهر والعصر راهم معاك، واضح بين الظهر والعصر. كي يبدا المغرب نروح عليك نعرف مليح كواليس افريقيا. شوف اسمح لي خليني نجاوب، ولكن واضح. أنت تقول لي أنت الآن أمام لوبي حقيقي، تقول لي مغربي، شوف. وأنت الآن أمام عصابة حقيقية في إفريقيا. نعم. الآن كيف نواجه هذه العصابة الحقيقية ونساير سياسيا مع رياضيا نحطوا كفة متوازية؟ كيف نصل؟ شوف تعال كيفاش نصل يا أخي. نعم. كي يكون عندك استقرار، يكون عندك استقرار في الفيدرالية،
اليوم الراجل جاي